اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده وصفه اقتصاديه الى حد ما. هنعمل مكرونه حلوه قوي محمره، بس بطريقه يعني فيها اختلافات شويه وتركات كده بسيطه هتخليها تحفه جدا. وهنعمل كمان كبد وقوانص برضو بتركات مختلفه شويه. الطريقتين اول مره اعملهم بالطريقه دي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بصوا الجمال بقى. طبق طالع تحفة جدا. وصفة اقتصادية حلوة، بروتين طبعا. الولاد هيحبوها جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة ان انا هجيب طاسة اسخنها كويس وانزل عليها فيها باي مادة دهنية، زيت او سمنة او اي حاجة احب استخدمها. تمام كده. بص بقى، انا القوانص كنت الاول بشوحها في قلب الطاسه كده وايه واسيبها تستوي براحتها. هي اللقطه دي للاسف ما اتصورتش، في جزء ما اتصورش للاسف. هقول لكم بس انا عملت ايه. جبت القوانص سلقتها الاول، وبعد ما سلقتها قطعتها، وبعدين حطيتها بعد ما حطيت الماده الدهنيه على طول. وحطيت عليها بعد كده بصلايه وطماطمايه مكعبات، وبصلايه مكعبات، وقرن فلفل حامي، وفلفل الوان. وشوحتهم مع بعض شويه. بعد ما شوحتهم جبت الكبدة بقى. طبعا القوانص مستوية. نزلت الكبدة، طبعا الكبدة مش مستوية طبعا من غير سوا. نزلتهم عليها، وبنزل الكبدة شوية شوية عشان ما تنزلش المية اللي فيها، عشان تعمل صدمة. عشان الكبدة جايباها طبعا من الفريزر، كانت إلى حد ما طبعا ساقعة طبعا، لأن ما فكتش بالكامل. فبحطها شوية شوية عشان ما تنزلش المية بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. وهبتدي أشوح. ما احنا في الاول قلنا سلقنا القوانص وحطيناها في المادة الدهنية، وبعدين حطينا عليها الخضار: بصل، فلفل الوان، فلفل حامي، وتوم برضو يا جماعة عشان نسيت اقوله، وطماطمايه مكعبات. وشوحت كله مع بعض زي ما احنا شايفين كده. بقلب بقى كل شوية لحد لما الكبدة تاخد لون بقى وتغير لونها. التوابل بتاعتي بسيطة جدا: ملح وفلفل وسماق. السماق طبعا اختياري، ممكن احطه وممكن ما احطوش. ويفضل لما احط سماق طبعا احط دبس رمان، بس انا ما كانش عندي. طبعا برضو بيدي السماق ودبس رمان بيدوا مزة حلوة قوي للكبد والقوانص. حطيت كمان عصير ليمون. ده نص كيلو كبد وقوانص يا جماعة. الكمية دي طبعا بتكفي 4 أفراد، وطبعا بالخضار اللي احنا هنحطه عليها ده هيفيض منها كمان. أكلة حلوة اقتصادية. بعد بقى ما استوت الكبدة، هبتدي انزل بقى عليها بدي بطاطس متحمرة مكعبات، مقطعة مكعبات ومحمراها. وبعدين ضفتها في الاخر خالص بعد ما الكبدة استوت. طبعا هتشرب من الصوص بتاع الكبدة، هيبقى طعمها تحفة جدا. تقريبا كده الوصفة بتاعتي خلاص خلصت، مفيش اسهل من كده، وخصوصا ان انا سلقة القوانص قبلها، فما خدتش مني وقت. بص بقى منظرها كان تحفة جدا. عملت لها جرنش كده بسيط، وكان حلو قوي. تمام. الوصفة التانية بقى هنعمل مكرونة محمرة، بس برضو فيها شوية تريكات كده جديدة. اول حاجة برضو هجيب الحلة بتاعتي وهنزل بمادة دهنية، شوية زيت. تمام. وهجيب طبعا كيس مكرونة، بفضل المكرونة الصغيرة اي شكل انا حباه يعني. وطبعا نشجع يا جماعة المنتج المصري بتاعنا. اي منتجات مصرية نبتدي نجيبها طبعا ونشجعها، ونبعد عن اي منتجات تانية. تمام. هبتدي بقى اشوحها لحد لما تبتدي تاخد لون. كلنا طبعا عارفين المكرونه المحمره، واكيد كلنا بنعملها، بس ممكن نحط تريكات كده هتفرق معانا. هي طبعا كانت مش اتلسعت مني، بس انا كنت نسيت عنها، ففي يعني اخدت لون، بعضها اخد لون وبعضها لا. فطبعا ايدي فيها على طول وانا بقلبها. خلاص. بالشكل ده كده، بعد ما اخدت لون بالشكل ده، هنزل عليها دي بصلايه انا مقطعاها على ايدي مش بشراها، مقطعاها بالسكينه على ايدي كده مكعبات صغيره. هبتدي انزل بيها على المكرونه على طول، بعد ما المكرونه تكون خلاص بدات تاخد اللون الاصفر الحلو او الذهبي الحلو. وهبتدي اشوحهم برضو مع بعض. وبعدين هنزل بطماطمايه مبشوره، وفلفل الوان، وفلفل حامي برضو. طبعا اللي حابب يستخدم الفلفل الحامي يستخدمه، واللي مش حابب خلاص. وهشوحهم برضو مع بعض كويس قوي. بجد الحاجات دي فرقت في الطعم جدا جدا جدا. شايفين حتى الالوان شكلها تحفه قوي.
أنا طبعًا الخضار ده ما كنتش باحطه عليها خالص والله، لمّا جربتها بالطريقة دي حلوة أوي. وهانزل عليها بقى بالشوربة، لو ما عنديش شوربة هاستخدم مَيّة عادي مغلية، طبعًا الشوربة دي مغلية، أو هاستخدم مَيّة مغلية وعليها مرقة دجاج، تمام، ما فيش مشكلة، لو ما فيش شوربة ما فيش مشكلة. وابتدي بقى يا دوبك يعني أغطيها بالشوربة كده، وأغطي عليها بقى واسيبها تستوي إيه براحتها. طبعًا وصفتي سهلة جدًا وبسيطة، بُصّوا طالعة بقى مفلفلة وحلوة إزاي، حلوة أوي. طبعًا أنا ما ضفتلهاش ملح وفلفل أوي لإن الشوربة عليها. تمام، كده أكلتي خلصت، ما خدتش منّي وقت خالص، خصوصًا لو واحدة بتشتغل والّا أي حاجة ممكن أعملها يعني بعد ما أرجع من الشغل على طول، بس أكون سالقة القوانص في الأول عشان ما تاخدش منّي وقت، هي أكتر حاجة بتاخد وقت فيها القوانص وهي بتستوي. تمام، بصوا الجمال بقى والحلاوة، تحفة جدًا والله جربوها بالطريقة دي. أنا في حاجة كمان ما اتصورتش في الفيديو، تصدقوا يا جماعة أنا حطيت كمان معلقة صلصة، بس ما اتصورتش، بعد ما حطيت الشوربة أنا حطيت معلقة صلصة، تمام. الفيديو فيه بعض اللقطات ما كانتش موجودة، مش عارفة ليه إيه اللي حصل ساعتها، بس أنا برضه افتكرتها فقُلت أقولها لكم. تمام، هابتدي أغرف بقى، أنا عاملة سلطة في الطبق كده بتاع التقديم، يا جماعة نقدّم الأكل بشكل حلو دي أهم حاجة. نغرف بقى كده، هي الصلصة مش هتدّيها لون خالص، يعني هي هتدعّم اللون الأصفر بتاعها ده شوية كده، وهتدّيها لون يعني إحمرار خفيف أوي. وأغرف كمان الكبدة بتاعتي. طبعًا الكبد والقوانص زوّدنا عليها الخضار وزوّدنا عليها البطاطس، دي طبعًا بتفرق معايا في الكمية وبتزوّدها شوية. تمام، حلو أوي، 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 أوي الطريقة دي. ننوّع في أكلنا ونغيّر فيه ونجرّب وصفات مش لازم نعمل المعتاد بتاعنا، ممكن نلاقي حاجات أحسن. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ حلوة أوي، يا ريت كلنا نجرّبها. وما ننساش بقى نعمل لايك واشتراك في القناة، وسيبوا لنا تعليقات حلوة تحت الفيديو زي ما أنتم متعودين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها إيه.